سلام البنات، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس وبصحه جيده. مرحبا بكم في مطبخ ام محمد. اليوم جبت لكم وصفه خبز الهامبرجر كما عودتكم ديما بوصفاتي السهله والاقتصاديه. يعني خيرت لكم الوصفه هذه بمكونات موجوده في كل بيت وناجح 100%. تابعوا معايا الفيديو للاخير. شوفوا البنات كيفاه جا، يعني جا ما شاء الله، جا هايل. نروحو دركا للمقادير. بسم الله. عندنا هنايا كاس حليب دافي، تكيلي بالغرفيه هذه تاع الحليب اي كبيره، ولا بكاس تاع غازوز، مغرفه كبيره خميره تاع الكسره، ونص مغرفه سكر، وزوج مغارف كبار فرينه. هكا ونخلطوهم هكا بيا حتى يندمجوا المكونات مع بعضاهم، ومن بعد نغطيها ونخليها تطلع 10 دقائق. هاي لكم هنايا كي طلعت، شوفوا كيفاه جات. لازم حتى يتشكلوا الفقاعات هذو. هنا تعرفي باللي العجينه تاعك راهي ناجحه. دركا ديري ربع كاس زيت وديري بيضه. انا هناني نحيت شويه صفار باش ندهنهم الفوق، ونديروا الملح ونخلطوا هكا مع بعضاهم. خلطوا هكا بيا ونبدا نشيح بالفارينه. هنا البنات الكاس اللي تكيلي به الحليب تكملي تكيلي به ربع كاس زيت، يعني راني نوضح للمبتدئات. دركا هنايا نلوح الفارينه بشوي ونخلط بالمغرف هكا. يعني البنات العجينه راهي تجي جاريه، ماشي جاريه طول، تجي تلصق في اليد باش تجيكم ناجحه. شوفوا البنات. دركا هنا نحيها هنايا ونعجنها، ندلكها شوي بيدي مدة 3 دقائق. هنا لقيتها ناقصه شوي فرينه، زدت رشيت لها شوي فرينه ونعجن 3 دقائق. لازم العجينه تجي تلصق في اليد البنات، تجي شوي جاريه باش يجيكم الخبز تاعكم هايل وناجح. شوفوني خليتها بالعاني يدي هكا بالعجين باش تشوفوا القوام تاع العجينه كيفاه يجي. دوكا غطيتها وخليتها في بلاصه سخونه تطلع مده 20 دقيقه ولا نص ساعه. هاي ليكم هنايا العجين تاعنا كي طلع. دوكا هذاك الصفار اللي نحيته من البيضه تاعنا درت فيه شوي حليب وخلطته. هنا نزيد نهبط الخمور تاعي للمره الثانيه هكا، ومن بعد نشكل حربوش ونقسم باش يجيو الكريات تاعي قد بعضاهم. هنايا انا الكميه هذه دارت لي 8 حبات، يعني كبار اكثر من اللي يتباعوا. نتيا الحجم كيما تحبي ديريها. هاي ليكم هنايا. اللي عندها ميزان توزن باش تجيكم كل قد بعضاها. يعني هنايا انا درت عيني ميزاني وجاوني الحبات كامل قد بعضاهم. شوفوا البنات القوام تاع العجينه كيفاه يجي، لازم تجيكم هكا تلصق باش تتحصلوا على نتيجه ولا اروع. هكا كي لوزتهم دركا نبدا نخبزهم. البلاطو تاعنا لازم يكون مدهون بالزيت، ولا اللي ديري بابي كويسون اللي ما عندهاش تدهنوا بيا بالزيت. دوكا هنايا هكا نخبزهم. شوفوا البنات 1 سنتيم هكاك، نهز وحده وتشوفوها مليح. هاوليكم خبزوهم ومن بعد يعاودوا يطلعوا. دركا هنايا جبت انا الصفار هذا كيما قلت لكم، درت فيه شوي حليب وخلطته ونبدا ندهن الخبز تاعي. يعني الوصفه هذه راهي ناجحه 100%. نتمنى كامل تجربوها باسكو الوصفه راهي هايله بزاف. ومن بعد ندير ججلانيه من الفوق هكا. نروح نكمل هاوليكم هنايا كي كملت الخبز تاعي كامل. كيما قلت لكم انا هنايا دار لي 8 خبزات. دوك نحطو يزيد يطلع ونروح نشعل الفرن تاعي من التحت نخليه يسخن بيا. هاوليكم هنا كي يطلع الخبز تاعي كيفاه جا، يعني جا ما شاء الله. نحطو يطيب من التحت، كي يطيب نزيد نشعله من الفوق يحمر. وهاي ليكم النتيجة كي طاب الخبز تاعي، يعني جا ما شاء الله. خبز هايل وسهل وسريع بلا ما تعجني وتقتلي روحك. يعني مم مكونات موجودة في كل البيت وتتحصلي على نتيجة طاب.
شوفوا البنات كيفاه جا ما شاء الله. انا هنا قلت لكم جاوني 8 خبزات، يعني خير ما تروحي تشريه. انا القيس تاع الخبز تاعي جا اكثر من اللي يتباع، جا شوي اكثر منه، يعني كي ديريهم تشوي صغار حتجي كميه واحد 10 12. شوفوا البنات كيفاه جا هش خفيف روعه. دركا هنايا انت تحليه تخليه يبرد وتحشيه باه بغيتي، كل وحده ومقدورها. نحلكم وحده نقسم لكم حبه. شوفوا البنات كيفاه جا، يعني جا روعة. نتمنى كامل تجربوا الوصفة هذه حبيباتي، بيسكي راهي وصفة ناجحة. يعني خيرت لكم وصفة سهلة واقتصادية، أي وحدة تقدر تديرها. ديروه فرحوا وليداتكم، كما نعرفوا الولاد كامل يحبوا الحوايج هذو. خدمي لوليداتك حاجة نظيفة. في أمان الله حبيباتي.